أهلا ومرحبا بكم في قناتي المتواضعة والمتخصصة في الطبخ المنزلي. بما أننا في موسم التونة العنيدة فاستغليت الفرصة باش نحضر معكم هذا الطبق. رايحين تشوفوا معايا إن شاء الله في هذا الفيديو كيفاش رايحة نطهي هذه القطعة نتاع التونة في طنجرة الضغط وبصلصة الطماطم في وصفة أقل ما يقال عنها أنها من ألذ ما يكون. شوفوا معايا حتى نهاية الفيديو وشوفوا الطريقة كيفاش رايحة نحضرها. في مقلاة وعلى نار متوسطة راح نوضع ملعقة مملوءة جيدا من الزبدة أو المارغرين، أنا استعملت المارغرين، وراح نضيف لها كذلك كمية من الزيت، يعني راح نستعمل مزيج بين الزبدة والزيت. لما يسخنوا جيدا راح نوضع القطع نتاع التونة. القطع هادو نتاع التونة راح نقليهم في هذيك الزيت، ولكن ما راحش نخليهم حتى ينطهوا جيدا. رايحين تشوفوا كيفاش رايحة نقليهم. الآن راح نرش رشة خفيفة من الملح والفلفل الأسود، ما نكتروش الملح لأننا رايحين نطهيوهم بعد بصلصة الطماطم يكون فيها ملح، فما لازمش نكتروه. لما نلاحظوا أنه اللون تغير نتاع التونة فرايحين نقلب مباشرة، ما راحش نخليهم حتى ياخدوا لون داكن، فقط يتغير اللون نتاعهم نقلبوهم، يعني ما لازمش ينتهوا تماما في هذه المرحلة. وبعد ما قلبتهم كذلك راح نعمل نفس الشيء، رشة خفيفة تاع ملح مع رشة خفيفة فلفل أسود. رايحة أكتفي بهذا القدر، خلاص راهم يعني جاهزين، ورايحة ننزعهم ونوضعهم في صحن على جنب. ثم راح نوضع الكمية المتبقية وراح نقليها بنفس الطريقة اللي قليت بها الكمية الأولى. الآن نزعت المقلاة ووضعت مكانها طنجرة ضغط، راح نضيف لها هذيك الزيت اللي قليت فيها قطع التونة، ونزيد كمية من الزيت نوضعها أولا في المقلاة باش ناخدو كامل الطعم نتاع التونة اللي راهو عندنا في المقلاة، ونوضع هذيك الزيت في الطنجرة أو طنجرة الضغط. نضيف كمية من الثوم المحكوك، من الأحسن نحكو الثوم، ما نوضعوش على شكل قطع، من الأحسن نحكوه. وراح نضيف ليهم حبة طماطم كبيرة كنت حكيتها، أنا استعملت حبة طماطم، وكل واحد يستعمل طماطم على حسب الكمية تاع التونة اللي عنده. بعد ما خليت الطماطم والثوم تقلاو شويه مع بعض، هنا ضفت كميه من الطماطم المصبره. انا ضفت ملعقه كبيره مملوءه جيدا، وملعقه ثانيه مملوءه متوسطه الملح، يعني تقريبا ملعقه ونصف. نخلط جيدا ونخليهم يزيدوا يتقلاو شويه مع بعض. ورقتين من الرد او ورق الغار مهم جدا في هذه الوصفه، يعطي طعم، مع كاس من الماء. نضيف الملح، شوية ملح، الفلفل الأسود، مهم جدا الفلفل الأسود في هذه الوصفة. وضفت كذلك شوية راس حانوت، كما نعرفوا راس الحانوت هو خليط من التوابل، فيه الكمون فيه كل شيء،
يعني انا ما زدتش ضفت توابل واحد اخرين، وشويه زعتر، ما راحش نكتر الزعتر، ما ضفتش الكمون وما ضفتش توابل اخرين لانه راس الحانوت فيه كلش. والزعتر كذلك ديروا بكميه قليله لانه ما باش الذوق نتاع الطونه يجي باين في الوصفه. الا كترنا توابل ما راحش يكون الذوق نتاع الطونه هو طاغي في الوصفه. لازم نخلو الطونه هي اللي تكون طاغيه في الوصفه. وشويه سكر باش الحموضه نتاع الطماطم ما تكونش قويه، نقصوا بها هذيك الحموضه. ثم راح نوضع هذوك القطع نتاع الطونه اللي كنت قليتهم شويه مسبقا، وانا نوضع في القطع داخل الطنجرة. نحاول أن القطع كامل يكونوا متغطيين بصلصة الطماطم. الوصفة هذه نقدروا نحضروها عادي في المقلاة بدون ما نستعملوا طنجرة الضغط، ولكن إذا حضرناها في طنجرة الضغط راح نحصلوا على ذوق مغاير ويكون أفضل من الذوق اللي نحصلوا عليه لما نحضروها في المقلاة. ملاحظة مهمة في تحضير هذه الوصفة هو بعد ما تغلقوا على الطنجرة بإحكام، لازم النار تكون هادية ما تكونش قوية، وكذلك ما لازمش تبعدوا عليها باش تتفكروها ما تنسوهاش. انا الوصفة هذه خدت لي 15 دقيقة وكنت كل 5 دقائق نتفقدها لانه ما عندهاش مرق كتير. لازم تبقاو تعسوا فيها باش ما تنحرقش. الماء انا خدت لي 15 دقيقه فقط، يعني مده الطهي ماهيش طويله. يعني هذه ملاحظه لازم تاخذوها بعين الاعتبار. هنا ضفت رشه خفيفه تاع معدنوس، تقدروا تضيفوها باش تعطينا نكهه، ولا قزبر كل واحد واش يحب. انا ما استعملتش القزبر لانه القزبر ريحته قويه ويعطي طعم قوي. ما حبيت نحصل على طبخه بذوق التونه، حتى حاجه ما تغير لي الطعم نتاعها. وهنا راني تفكتها للمره الثالثه وخلاص راهي جهزت معايا، راهي جاهزه. لازم يبقى فيها شويه صلصه باش كي نجيو نتناولوها نلقاو الصلصه. وهذا هو الطبق النهائي اللي تحصلت عليه، تونه بصلصه الطماطم. حضرتها معكم في طنجره الضغط. راح يكون الطعم نتاعها قريب كتير من طعم التونه المعلبه. ننصحكم تجربوها، راهي بالطعم نتاعها لذيذة جدا. نفس الطريقة وبنفس الوصفات تقدروا تحضروا أنواع أخرى من السمك. أنا جربتها مع السردين وجربتها مع البقرون وأعطتني نتيجة جد رائعة. أحسن حاجة ترافقوا بها هذا الطبق هو الأرز. تقدروا كذلك ترافقوها ببطاطا مقلية ولما لا. أنا اليوم ما درت معها لا أرز ولا أي حاجة. نتمنى فقط تكون عجبتكم الفيديو نتاع نهار اليوم. إلى عجبتكم أعطوني رأيكم في التعليقات. دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء.